بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الرمضاني اليومي مع شرح كتاب الأربعين النووية. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أيام شهرنا هذا ولياليه، وأن يعيننا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يكتبنا جميعا وآباءنا وأمهاتنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أحبتي، فلا زلنا في رحاب هذه الأحاديث العظيمة التي أوردها الإمام النووي في كتابه الجامع، وقد وصلنا إلى الحديث 18، حيث يقول الإمام النووي رحمه الله: عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي في سننه. الحقيقة أن هذا الحديث تضمن 3 وصايا عظيمة من وصاياه عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم. تشكل هذه الوصايا منهجا كاملا لحياة المسلم. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع ربنا وخالقنا، ويعلمنا كيف نتعامل مع أنفسنا، ويعلمنا كيف نتعامل مع الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وصية عظيمة للأولين والآخرين من المؤمنين، بل ومن الناس أجمعين، بتقوى الله عز وجل. وحقيقة التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمرك واجتناب ما نهاك. التقوى مأخوذة من الاتقاء، أن تجعل بينك وبين الشيء حجابا لا يوصلك إليه ولا يوصله إليك. هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصل إلى معصية الله، أن لا تتمكن المعصية منا، أن نكون وفق أوامر الله تعالى سائرين في حياتنا. وهذه الوصية أوصى الله تعالى بها الجميع في كتابه، فقد قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. إذن أوصى الله المؤمنين وغير المؤمنين بتقواه، لأن التقوى هي المنجية. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. حيثما كنت، في كل حال، في جميع الظروف، سواء كنت بين الناس أو كنت وحدك، لابد أن تكون متقيا لله عز وجل، لابد أن تكون مخافته سبحانه وتعالى في قلبك وبين عينيك، لابد أن تكون مطيعا لهذا الرب، أن تكون منفذا لأوامره دائما، حتى تكون قد نفذت هذه الوصية العظيمة الجامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا
نصل إلى مقام الإحسان الذي قال عليه الصلاة والسلام في تعريفه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت مطيعا لله عز وجل، خائفا منه، متجنبا معصيته في كل حال، في الخفاء وفي العلن، تحقق إذن مقام الإحسان، وما أرفعه من مقام. ثم في الوصية الثانية يعلمنا كيف نتعامل مع أنفسنا حال المعصية والذنب والخطيئة التي لا بد منها، فكل بني آدم خطاء. يقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عندما تضعف نفسك وترتكب سيئة أو معصية، فبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. ارجع إلى ربك وتب من قريب. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فإذا كانت توبتك من قريب فإن الله تعالى يمحو ذلك الذنب. أتبع السيئة الحسنة، الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله عز وجل. حين يرتكب المسلم السيئة يرفع ملك السيئات الذي يكتب السيئات، يرفع القلم وقتا عله يتوب. فإذا تبت وعملت صالحا، عملت حسنة، تكتب لك حسنة وتمحى تلك السيئة. فما أكرم هذا الرب وما أوسع رحمته بنا أيها المؤمنون. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تب إلى الله دائما من قريب. كن توابا. كلما تكرر الذنب كرر التوبة. كلما وقعت في سيئة أتبعها بحسنة على الفور تمحها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا يتعلق بالصغائر كما قال أهل العلم: الصغائر من المعاصي والسيئات. أما الكبائر فكل كبيرة يرتكبها المسلم تحتاج إلى توبة خاصة. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الصغائر والكبائر. أما الوصية الثالثة فهي قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. يعلمنا كيف نتعامل مع الناس. خالق الناس بخلق حسن، لتكن صاحب أخلاق حسنة، أخلاق حميدة تتعامل بها مع الخلق جميعا، قريبهم وبعيدهم، مسلمهم وغير المسلم. نعم، حتى مع الكافر لا بد أن تتعامل بالأخلاق الفاضلة ليرى هذا الكافر أخلاق الإسلام وحقيقة هذا الدين، وكيف أنه دين الأخلاق. ونبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، تعامل مع الناس جميعا بالخلق الحسن، حتى مع الكفار، حتى مع من كانوا ينكرون دعوته ولا يؤمنون به، تعامل معهم بالخلق الحسن. والقصص والشواهد من سيرته عليه الصلاة والسلام معلومة. فالله في الأخلاق الحسنة. والأخلاق الحسنة هي طيب النفس وبشاشة الوجه والكلام الطيب وتقديم العون والمساعدة للقاصي والداني من الناس وإدخال السرور على القلوب. والأخلاق الحسنة تبلغك أيها المسلم أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ترتفع مكانتك ويعلو شأنك بين الناس، وفي الآخرة تبلغ عند الله تعالى درجة الصائم القائم. قد لا يكون الإنسان كثير صيام أو قيام، لكنه يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل
ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من الخلق الحسن، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن من أحبكم إلي إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. تريد أن تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالق الناس بخلق حسن. إذن هذه الوصايا تجمع للمسلم خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.